وضروري اختي ما تجربي لي هاد المحنشات كيجيو رائعين في الفران بالكفته وبالخضر كيجيو من داكشي رفيع. كنتمنى تابعي لا فيديو من الاول حتى الاخير. ولا كانت اول زياره القناه كنقول لك حبيبتي ما تنسينيش واحد اللايك وتعليق وبارطاج القناه. نبداو على بركه الله بالمكونات والطريقه في هذا الفيديو. اول حاجه غنبدا معكم بالعجين. خديت هنا 5 ديال الكؤوس ديال الدقيق الابيض اللي كتعادل لينا 500 غرام نص كيلو، وهنايا كاس تاع الفينو اللي كتعادل لينا 100 غرام، وهنا معلقه ديال السكر سنيده، 3 ديال المعلقه ديال الزيت نباتيه باش كيجي العجين رطب كثر. وغادي نضيف معكم معلقه ديال الموطارد كتعطيها واحد المذاق رائع، ومعلقه تاع الخل حتى هو الدور ديالو كيعطينا واحد التقرميشه هكا في العجين كتجي داك العجين رائعه، ومعلقه صغيره تاع الملحه. وغنضيفوا نص خماره ديال الحلويات يعني 4 غرام في المجموع. وغادي نديرو كلشي في العجانه حتى كتعجن لينا، وكنبقاو نضيفوا الماء شويه بشويه حتى كتجمع لينا العجين خاص شويه تجي مرخوفه ما تجيناش قاصحه. المهم تجي بين وبين ما تجيش قاصحه ما تجيش مرخوفه بزاف. كنبقاو نستمروا على هذه الكيفيه وحنا كنضيفوا الماء بشويه بشويه حتى كتجمع لينا، وكنحصلوا على القوام اللي بغينا. ممكن تعجنوها في اي حاجه بغيتو، في القصريه ولا في بول، ولا تعجنوها هكا في العجانه. ضروري ما كتخليوها كتعجن حتى كتشدلك مزيان، وكنحصلوا على القوام اللي بغينا. ديك الساعه كنتوقفوا وغادي نوريكم كيفاش خاص العجين تجيلي. صافي هنايا بعد ما تعجنت مزيان خليتها حتى خدات حقها في الدليك. هنايا العجين صافي يجينا على هذا الشكل، خاص يجي شويه خفيف باش كتجينا العجينه زوينه وكتعطينا الطوع وكنشكلوها كيف بغينا. هنا صافي كنحاول نجمعها هكا في البول، وغادي نعاود نردها ليه وندهنها بشويه تاع الزيت من الفوق ومن التحت، ونغطيها بالبلاستيك الغذائي باش ما كتنشف ليناش العجين. ودرنا واحد القشره بيضاء وكتبقى ترطب وتعطينا الطوع. في هذه الاثناء غادي نغطيو العجين ونخليوها كترتاح باش ندوزو ان شاء الله نقادو الحشوه اللي غادي نصايبو منها هاد المحنشات. كما قلت لكم بالخضر والكفته في الفرن كيجيو اكثر من رائعين، صدقوني كيجيو مرقين ولذاذ وغادي توليو مدمنين عليهم. كنتمنى لقاو التشجيع ديالكم باش كنستمروا. هنا بعد ما ارتحت ليا العجين واحد المده ديال نصف ساعه رجعت هكا كنكور هكا كويرات. بالنسبه للكويرات انا خرجت لي 5 ديال الكويرات. هاد الكميه تاع الدقيق اللي عطيتكم غادي نحاول نشكلهم يكونوا متساويين قد يعني الا كنتو شفتوا شي وحده كبيره كنحاولوا نقصوا منها باش كنجيبوا عبار ديال الكرات نيشان. هنايا بعد ما قسمتهم على 5 ديال الكويرات كنديرهم بشويه تاع الزيت وكنغطيهم دائما بالبلاستيك باش يبقاو هكا محافظين على الرطوبه ديالهم. صافي هنا غادي ندوزو باش نصايبوا الحشوه. بالنسبه للحشوه خديت هنا واحد المقيله بعد ما سخنات درت فيها الزيت العاديه، درت هنايا 2 بصلات كبار اللي كيكونوا هكا مشلضين في الهاشوار وكتعصروهم من الماء ديالهم ونخليهم حتى كيهبطوا شي شويه. نضيف عليهم هنايا الفلفله حمراء 2 حبات ديال الفلفله هما اللي كيكونوا مشلضين رقاق، يعني ضروري ما كنخليهم يتشحروا مزيان حتى كيبداو يهبطوا. عاد كنضيفوا ديك الساعه الكفته تكون هكا ريجيم يعني ما كتكونش مطحونه بالشحمه، وكنضيفها بالنسبه للكميه ديال الكفته نتوما كتحكموا في الكميه. هنا درت انا 350 غرام، ممكن تزيدوا او تنقصوا، المهم كيبقى لكم الكميه نتوما اللي كتحكموا فيها. هنا بعد ما ضفتها وبدات كتشحر دائما ما درتش التوابل من الاول، كنخليهم حتى الاخير باش ما كيتحرقوش. درت هنا واحد المعلقه كبيره ديال التحميره، درت هنا بودره ديال الثوم معلقه صغيره، وبودره ديال البصل حتى هي معلقه صغيره، ومعلقه كبيره تاع الهريسه، ونص معلقه تاع الابزار. وغادي نحرك كلشي مزيان وما نساوش الملحه نضيفو على حسب الذوق ديالكم تقريبا واحد نص معلقه صغيره. وكنحركو مزيان حتى كيبداو يطيبوا، ودائما على عافيه شويه مجهده باش ما كينقلناش كما قلت لكم الماء ديال الخضر. صافي هنايا غادي نضيف ديك 2 معالق كبار ديال الصوص فروماج، صدقوني كتجي رائعه. فايت حضرتها معكم في فيديو سابق اللي بغات غادي ترجع تلقاها. و2 معالق تاع المعدنوس كنخليهم حتى الاخير باش كيبقاو محافظين على ديك النكهه ديالكم. وهنايا غادي نخلي الحشوه كتبرد ليا وندوزو باش نصايبوا العجين. بالنسبه للعجين بعد ما ارتاح غنصايبوا هنايا التخليطه السحريه اللي كتعطينا ديك التورقات. ضفت هنا الزبده اللي كنت ذوبت، شويه تاع الزيت وخماره حمراء، وغادي نضيف عليها تقريبا واحد نص كاس ديال الفينو، هذاك هو اللي غادي نورقوا به. وبالنسبه للزيت غنبقى نديرو فواحد الزليفه وغادي نبقى نطلق به العجين. في الاول كندهن سطح العمل بالزيت عاديه من الفوق ومن التحت حتى كنشكل العجين كيف بغيت. ما شاء الله شوفوا ليا العجينه بعد ما كترتاح كطاوعكم في الخدمه ديالكم. وكنبقاو نشكلوا على شكل دائره حتى كتبان لينا فوق سطح العمل، وكنبقى نجروها من الجوانب.
وكتعطيكم واحد النتيجه زوينه. وهنايا كنحاول نورقها بهذه الخلطه السحريه اللي سيركت معكم، صراحه زوينه غادي تنفعكم بزاف في اي نوع ديال المسمنات او اي حاجه كتدخل هكا الفرن. في بعد ما دهنتها كنجمع هكا الجوانب من الفوق ومن التحت حتى كنحصلها هكا على شكل مستطيل، او هكا العجين تكون هكا على شكل شريط طويل. صافي وغادي نبقى نستمر على هذه الكيفيه حتى كنشكل هاد الكويرات كاملين اللي عندي. يعني كنديروا الزيت عاديه كنطلقوا بها الدائره الاولى، نفس الشيء الدائره الثانيه كنشكلوها حتى كنحصلوا هكا على العجين اللي كتكون مطلوقه وكتساعدنا في الخدمه وكتعطينا ديك الفقاعات. كنعرفوا العجين راه زوينه. صافي وكنورقها بهذيك الخلطه اللي قلت معكم، وكنجمع الاطراف من اليمين واليسار حتى كنحصلوا على هذا الشكل ديال الشريط ديال العجين. وكنبقاو عاقلين الاولى والثانيه وكنستمر بهذه الكيفيه باش كيكون العمل ديالك منظم وكيكونوا عاطينا الطوع اللي بغينا. صافي كندوز ثاني للكره الثالثه باش كنعاود نشرح لكم، والفيديو راه شرح نفسه باش كيكون شرح مفصل والنتيجه باش تصدق معكم من اول تجربه. صافي هنايا بعد ما كنطلق دائما كل كره على حده كنرشها بديك الخلطه وكنجمع الاطراف على بعضياتها وكنبقى نحطهم بهذا الشكل. نستمر على هذه الكيفيه حتى نشكلهم كاملين. هنا بعد ما ساليت العجين كامل وخليتهم هكا كيرتاحوا غادي نرجع باش نبداو نعمروا ان شاء الله. خديت هذا الشريط الاول كما كتشوفوا راه كيعطينا النتيجه زوينه وكيكون عاطينا الطول العجين. صافي كنبقى نطلقوا بهذا الشكل كما كتشوفوا باش كنزيد نرقو هكا ما يجيناش العجين غليظ. كنرقو هكا في العرض وكنجبدو شي شويه. والحشوه بطبيعه الحال بعد ما كتكون بارده غادي نحطها في الراس ديال العجين على هذا الشكل باش كتشكل لينا على شكل محنشه كي غتشوفوا معايا في لا فيديو. هنا كنبداو نعمروا داك الحشو كنبقاو هكا غاديين معاه حتى كنساليو الطول ديال العجين بهذه الكيفيه وحنا غاديين معها. يعني كنستمروا بنفس الطريقه حتى الاخير ديال العجين ونحاولوا ما نقطعوش العجين باش ما كتخرج ليناش الحشوه من الاطراف، يعني تكون بين وبين ما تكونش غليظه ما تكونش رقيقه. هنا كنحاول نطلع ديك الحشوه من الفوق بحال كنصيبوا شي عقده وكنلويو العجين على هذا الشكل على بعضياتها باش كتغطي لينا ديك الحشوه وما تخرجش لينا بحال كنصيبوا شي محنشه هكا على هذا الشكل. يعني كنلف ديك العجين على بعضياتها بهذه الطريقه وغنستمر بهذه الكيفيه حتى كنساليو ديك الكميه ديال العجين وكنجمع على بعضياتها بهذا الشكل وكنحاول نحصل هكا على بودان كبير وكنحاول نجبدو باش ما يجيناش غليظ. كنحاول نتيريه هكا كنجبدو باش كيجينا مقادد وكنبقى من الراس وانا غاديه وكنلوي بهذا الشكل حتى كنحصلوا على شكل محنشه او حلزون على هذا الشكل. العجين تجينا مقاده ما تجيش جهه غليظه وجهه رقيقه وكنحاول نبسط هكا باليد ديالي باش ما كتجيش غليظه وبهكا كنحصل على محنشات صغيورين مقدودين. وهنا بعد ما شكلنا العجين كناخذ الطاوه اللي كنكون مفرشها بالورق الطبخ وفي هذا الاثناء عندي الفران شاعله عليه من الفوق ومن التحت وغنستمر بنفس الكيفيه حتى نسالي عدد الحبات ديال اللي عندي كاملين. وبعد ما كنسرح كل حبه على حده دائما نفس الطريقه كنحاول ناخذ هذه الحشوه وكنبقى نقادها من الوسط ومن الجوانب حتى كتعطينا سمك واحد ما تجيش جهه غليظه وجهه رقيقه. وكنجمع العجين على بعضياتها بهذه الطريقه كما كتشوفوا معها في لا فيديو. حاولت هنا نسرع لكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل. وكنجمع العجين على بعضياتها وكنحصلوا على شكل بودان اللي كيكون طويل. صافي هنايا كنحاول هكا نجرو مزيان باش ما يجينيش هكا جهه غليظه وجهه رقيقه يجينا مقادد. صافي وكنبقى نشكل على شكل حلزون او على شكل محنشات صغيورين ديال الخضر وكنجمعهم على بعضياتهم. وديك العجين كنحاول نجمعها من التحت باش ما كتخرجش لينا. يعني هاد العجين كنحاول ندخلها من التحت باش كتجمع لينا وما كتحل ليناش في الفران. صافي وكنحاول نبرك عليها باليد ديالي بحال كنقرصها واحد شويه. صافي واللي صايبتها راه كنحطها في الطاوه. وهنايا الكره الثالثه حتى هي نفس الشيء كنحاول نجبدها وبعد ما كنعمرها طبيعه الحال بالحشوه كنحاول نجمع ليها الاطراف على بعضياتها على هذا الشكل وكنشكل على شكل محنشه. وبالنسبه لهذا الطرف الاخير هو اللي كنجمعو من التحت كنلصقوا على العجين باش ما كيتحلوش. وان شاء الله غنستمر على هذه الكيفيه حتى كنكمل عدد الحبات. هنا بعد ما ساليتهم خديت شويه تاع الزبده اللي مذوبه وخلطتها مع الزيت عاديه وكندهنهم مزيان من الوجه ديالهم
وغندخلهم يطيبوا في الفران كما قلت لكم، شاعله عليه من الفوق ومن التحت. ملي غيخرجوا غنوري لكم الشكل ديالهم. وهادو هما المحنشات بعد ما خرجوا من الفران. شوفوا ما شاء الله كيجيو محمرين لون واحد. الناس سمعوا لي التقرميشه ديال هاد المحنشات هاي كامله ما شاء الله. شوف كيجيو مقمشين ومحلولين وفي نفس الوقت مرقين وطايبين كاملين باغيين واحد. شوفوا لي التحميره ديال هادو كاملين ما شاء الله. شوفوا لي على اللوين اللي عاضين. شوفوا لي الصحه والراحه. كنتمنى يعجبكم ولا تستحسن لكم. البان كيجيو رائعين كيجيو لذاذ. وهنا غادي نقدمهم معكم في الطبق ديال التقديم، وكنحاول نقربهم لكم باش تشوفوا ما شاء الله كيجيو محلولين كيجيو مرقين وكيجيو لذاذ بهاد الحشوه. كنتمنى تجربوهم. تأنى الاستحسان ديالكم بالصحه والراحه. نتلاقاو في فيديو